يا مساء الفل على أصحاب المزاج العالي والقهوة المظبوطة. منور القهوة يا صاحبي الجميل. شد كرسيك واطلب قهوتك المظبوطة وركز معايا عشان الليلة دي هنتكلم في اللحم الحي. هنتكلم عن أغلى حاجة تملكها. طبعا انت عارفني، أنا صاحبك الجميل اللي بيحول كل كتاب لحكاية. والنهاردة معادنا مع خامس قانون من قوانين السطوة، القانون اللي بيعملك هيبة من قبل ما تدخل من الباب. القانون الخامس بيقول لك جملة توزن بلد: السمعة هي حجر الزاوية في السلطة، فاحميها بحياتك. يعني بالبلدي، سمعتك هي راس مالك، لو اتشرخت صعب قوي تتصلح. عارف انك بتقول يا عم انا ما يهمنيش كلام الناس. لا يا صاحبي، في دنيا البيزنس كلام الناس هو البراند بتاعك. اسمع حكاية سامح وياسين وانت تفهم. سامح وياسين مهندسين شاطرين. سامح كان شاطر بس فوضوي، دايما يتأخر ويهزر، فالسمعة اللي طلعت عليه إنه شاطر بس مستهتر. ياسين بقى كان ساعة إنجليزي، كلمته سيف، فالسمعة اللي طلعت عليه إنه راجل ملتزم. في يوم حصلت مصيبة في الشغل وخطأ كلف الشركة فلوس. المدير عمل إيه؟ استبعد ياسين من الاتهام فورا وقال مستحيل ياسين يغلط الغلطة دي، وفي المقابل لبس الليلة لسامح وقال أكيد ده بسبب استهتاره، مع أن الحقيقة أن الغلطة كانت في السيستم ومحدش فيهم السبب. بس سمعة ياسين دفعت عنه وهو ساكت، وسمعة سامح ودته في داهية. ليه حصل كده؟ عشان السمعة درع، لما بتبني سمعة قوية هي بتسبقك وبتدافع عنك. خد الزتونة دي واكتبها عندك: سمعتك عاملة زي لوح الإزاز، لو اتحربشت الشرخ بيفضل باين العمر كله. اختار صفة واحدة قوية واعرف بيها، وحارب أي حد يحاول يمسها. اشرب آخر بق في قهوتك واسأل نفسك: يا ترى الناس بتقول عليا إيه في ظهري؟ الإجابة دي هي مستقبلك. واستناني الحلقة الجاية عشان هقولك إزاي تخطف الأضواء وتخلي الناس كلها تبص لك حتى لو عملت فضيحة. سلام يا صاحبي الجميل.